بدأ براند شاورما من الصفر، والناس قالت له هتخسر اللي وراك واللي قدامك. لكن بالرغم من كده صمم يفتح المحل وسط كبار ومعلمين الشاورما في الرحاب. ما كانش بيفكر في حاجة غير ازاي يقدر يرجع الشاورما المصري لوضعها الطبيعي في السوق من تاني ويبقى من معلمين المجال. نص دستة براند فتح في عز اكتساح الشاورما السوري سوق المطاعم في مصر، وكمان فتح أول فرع في الرحاب، يعني وسط كل معلمين الشاورما السوري. زي ما يكون كان بيعاند أي حد حاول يشكك في فكرته، وأكنه بيقول للناس كلها أنا مش هستخبى، أنا هروح أنجح وسط عتاولة المجال، والشاورما المصري هرجعها لقمتها تاني. المهم إن المحل اتفتح فعلا وبدأ يشتغل على منتجين 2 بس، شاورما لحمة وحواوشي لحمة. والصراحة البداية كانت ناجحة بطريقة كبيرة شجعته إنه يبدأ يشتغل على نفسه بسرعة، خصوصاً إننا في وقت كل 2-3 نلاقي اختراعات جديدة. فقام قرر يدخل الشاورما الفراخ على المنيو. يسكت على كده؟ لا طبعاً، دي برضو كانت شاورما فراخ مصري، عشان يثبت للكل إنه مش خايف ولسه متمسك إنه يبيع شاورما مصري، وإن وجهة نظره صح وهيقدر يرجع الشاورما المصري لعزها تاني. المميز بقى في نص دستة إن عندهم سياسة مختلفة شوية. دايماً يقولوا إن المنيو تحت التجربة، بمعنى إن المنتج ده هيتعمل في نص دستة والناس هي اللي هتحكم. والله عجبهم خير وبركة، ما عجبهمش المنتج ده بيتشال في ساعتها ويبدأوا يشتغلوا على منتج جديد، لغاية ما قدروا يوصلوا لأعلى جودة للشاورما والحواوشي. وبقى أي حد نفسه تروح لشاورما مصري على طول يطلع على نص دستة. ويعدي شهر كان مطعم نص دستة شغال فيه زي الفل، لغاية ما حصلت صدفة كانت نقطة الانطلاق الحقيقية للبراند. بيحكوا صحاب نص دستة وبيقولوا إن في يوم كان في عميل وأسرته بيدوروا على مكان ياكلوا فيه في الرحاب، لغاية ما شافوا مطعم نص دستة بالصدفة وقرروا يجربوه. المهم إن الأسرة أول لما جربت الأكل انبهرت بجودته وسرعة التحضير، وبدأوا بقى يفتكروا ذكرياتهم القديمة مع الشاورما المصري القديمة بتاعت زمان. ولحسن الحظ بقى إن الشخص ده كان مسؤول عن أكبر جروبات التجمع على السوشيال ميديا، فراح كاتب بوست قد كده وفضل يشكر في جودة الأكل والخدمة والنظافة. وما يعديش كام ساعة إلا وكان البوست لافف فيسبوك كله، لدرجة إن تاني يوم مطعم نص دستة الناس كانت واقفة عليه بالطوابير علشان يعرفوا الراجل ده منبهر بإيه. وفعلا في ظرف كام شهر بقت الشاورما المصري بالنسبة لكل الناس هي نص دستة. طبعا نجاح كبير زي ده حاجة تشجع أي حد إنه يشتغل ويتعب أكتر، عشان نلاقي دلوقتي نص دستة بقى موجود في كل مكان في مصر وفي مدة بسيطة. ومش بس كده، ده بيحضر دلوقتي علشان يبقى موجود في كل مكان في الوطن العربي. المميز بقى في نص دستة إن هما مش بس مهتمين إن جودة الأكل تكون عالية، دول مركزين جدا على الأجواء وراحة الناس، لأن هدفهم في الأول والآخر إنك تبقى حاسس إنك خارج ومبسوط. عشان كده بيعملوا إيفنتات أسبوعية وبيوزعوا هدايا على الأطفال ومركزين على الباكجينج، ده غير بقى معاملة الستاف اللي بتبقى في منتهى اللطافة، حاجات كده تخليك لو رحت مرة تبقى عايز تروح كل يوم. المفاجأة بقى إن كل ده هيتقدم لك بأسعار في متناول إيد الكل، حتى بعد ما الأسعار غليت في كل حاجة. ولا الجودة ما قلتش خالص، بالعكس، هما المهم عندهم يكسبوا الناس اللي وثقت في اسم نص دستة من البداية، حتى لو الثقة دي هتخسر البراند فلوس كتير. براند نص دستة يمكن مخترعش اختراع جديد، لكن عمل الأصعب ورجع الشاورما المصري لعزها في السوق من تاني، وكمان طور منها بشكل يناسب الأيام اللي احنا عايشين فيها والسنين اللي جاية كمان. ناس شغالة في صمت وبعيدة عن أي شو، كل الحكاية إن هم فهموا لعبة السوق وقرروا يكسبوا التحدي وينجحوا وسط منافسين ملهمش نهاية.